السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل everybody. النهارده عندنا يوم مختلف. المختلف النهارده ان انا رايح ايفنت هو جديد من نوعه بالنسبه لي بصراحه، لان انا مش من عادتي ان انا اروح النوع ده من الايفنتس، بس جات لي انفيتيشن واي اكسبتد الانفيتيشن وقبلت الدعوه. الايفنت ده في السفاره الامريكيه. ايفنت بتاع ايه وبيحتفلوا بايه وانا رايح ليه اصلا؟ خليني اقول لك. بص يا سيدي، ما تستغربش الاغاني اللي شغاله حواليا دي، لان انا هشرح لك الموضوع والدنيا زحمه جدا. السفاره بتحتفل بمرور 250 سنه على امريكا، وبيحتفلوا بمرور 70 سنه على الاي سي سي اللي هو الامريكان سنتر. طب الامريكان سنتر ده بيعمل ايه؟ دايما بيساعد الناس اللي عايزه تتعلم انجلش ان هم يتعلموا انجلش، بلس كمان ان هو بيساعد الناس اللي عايزه تعمل براكتسنج في اكتيفيتيز خاصه بالناس اللي عايزه تعمل براكتس. انت عايز تعمل براكتسنج فبتروح الاي سي سي او اللي هو اختصار امريكان سنتر اللي كايرو عشان خاطر تعمل براكتسنج للانجلش بتاعك. ده اول مره اللي هي في السفاره الامريكيه في القاهره، فخلينا نشوف اليوم موجود فيه ايه. بنقابل ناس كويسه وخلينا نشوف اليوم فيه ايه. وانا عندي هنا تشالنج، في كميه بنات هنا كلهم بيسلموا بالايد، وانا بطلت اسلم بالايد بقالي سنه، فده one of the biggest challenges. توكل على الله. Chris, hi. How's it going? Do you mind? I'm the head of our digital team here. Okay, great. Thank you so much for coming. Welcome. That's my All right. Thank you so much. Do you mind if we... Please. Yeah, please. No worries at all. How are you enjoying the event so far? Amazing. Amazing. We're so happy to have you here. My pleasure. So much. You have been great. You have been in the center. Yeah. You're doing a great job. We're excited. Actually, I was surprised to receive the invitation. Yeah? Well, thank you. Thank you. course. Thanks for the help. No, we're so happy to have you here. Yeah, looking forward to seeing what comes out of it. Well, welcome. And feel free to reach out and contact me anytime you want. Absolutely, man. Thank you so much, Chris. Thank you. طيب كريس هو مسؤول عن السوشيال ميديا تيم. الكارت بتاعه مش هينفع ان انا اوضحه، ولكن اتوقع ان احنا هيبقى بينا كولابوريشنز كتيره في الفتره الجايه. مش عارف بقى لو مراتي شافت الفيديو ده، في واحده قالت لي الجاكيت بتاعك التكستشرز اللي عليه حلوه. ممكن يا مراتي لو شفت الفيديو ده ما تضايقش، مش معاكسه عادي. الحمد لله. انت عامل ايه؟ لو تقدر تشارك مع الناس انت بتتعلمت ايه في الاي سي سي او بيقدم لك ايه؟ اقول لك، انا اول حاجه تسوسي الترنيت تمام 2025، وبعد كده اخدت ليدرشيب اكسلنس بروجرام. ده بروجرام بيعلمك ليدرشيب كان لمده 6 اسابيع، كان مع مستر روبن هنا، هو المانجر بتاع الاي سي سي تمام. وكنت في باريس لسه من اسبوعين، كنت بناقش بيبر بس ما كانش تبع الاي سي سي، وبرضه تبع الاي سي سي لسه مخلصين بروجرام كان اسمه انجلش كارير فيرتشوال لاب. ده كان بيعلمك ان انت الانجلش بزنس وهاو تو ميك ا بيتش فور يور ستارت اب، هاو تو ميك ستارت اب والحاجات دي كلها. بس في بروجرامز كتير قوي، يعني في حاليا هيبقى في بروجرام كمان تبع اسباير عن الامبلويمنت، ازاي ان انت تجيت جوب وازاي تظبط سي في والريزومي والحاجات دي كلها الفتره الجايه. طب لو حد بيفكر يجي الامريكان سنتر ترشحه؟ طبعا ترشحه له بقوه جدا جدا، يجي وحاطط في بطنه بطيخ الصيف يعني. هيستفاد جدا عموما، ومش محتاج يجي اصلا، ان البروجرامز في حاجات بتبقى فيرتشوال وفي حاجات اون سايت. مجرد ان انت بس تدخل تكتب على جوجل اي سي سي ممبرشيب، اوريدي هتلاقي الفورم، هتسجل بعدها ب3 ايام هيجي لك اكسبتنس، هيبقى لينك اي دي، هتجي لك بقى كل الكالندر بتاع كل شوب، كل الاكتيفيتيز. اوكي. في كونفرزيشن كلاب بيبقى فيرتشوال وان سايت، في بروجرامز، في حاجات كتير قوي، فهتستفاد جدا عموما يعني. جميل. اما انت دي شهاده حد حضر، فاللي هو مش حد بيرشح لك حاجه زي حالاتي كده، فاهمني؟ لا هو ما شاء الله حضر وبيديك الايه؟ الاكسبيرينس. انت بتتكلم في 12 15 جهاز. طب بيعملوا عليه ايه؟ جرب تسيرش عندك في البيت على اي ايتم، وتعالى سيرش هنا. هم هنا فاتحين حاجات بيت. اوكي. النتائج ده مختلفه. صور بقى اللي وراك ده، الكورنر ده بنبقى قاعدين هنا حوالي 8، كل واحد بهاند فري على الشاشه دي. الفيلم في امريكا بمجرد ما هو نزل من السينما للعرض، الدي في دي بتكسب هنا تاني يوم. الدي في دي هنا بقى تقدر تجيب سب تايتل. الدي في ديز اللي هناك دي الدي في دي اللي في التلفزيون دي الدي في ديز كلها، وفي جوه برضه. بمجرد ما نزلت من السنه بتيجي هنا نعرف نقرا السب تايتل انجلش، تتفرج على الفيلم في نفس الوقت معاك السب تايتل. اللي في وشك هنا ده الاوديو بوكس. ده نقدر نستعين بيه. الاوديو بوك دي 3 كتب قدامك اهي. كل ده بقى بتركز على حاجه اي سيرفيس الانتيريور بتاعتها. شكرا يا حمد. سعيد. عشان الراجل ده فادنا كتير. محمود عرفان. محمود عرفان. ليك سوشيال ميديا الويب لازم محمود عرفان. على لينكد ان وفيسبوك. طيب خلاص، محمود عرفان لو عرفت اوصل للسوشيال ميديا بتاعته هسيبها لكم في الديسكربشن. I work in Utrecht there, so
flight attendants. If you need anything, I don't know how I'm gonna help you, but you know. انا من هنا عايز اشهد بحاجه. The best accent in Egypt here. Yeah. Secret. Anytime. How did you get it? How do I get what? Which accent? My accent? Oh, like I've been here like since 2016 and practice English all the time, speaking to a lot of people, listening to your advice, like watching your videos. Like you really had a big impact on a lot of people. Like seriously, I've seen so many instructors, and unfortunately, those in the business, they've actually like tarnished the reputation of the industry. There are a lot of people that are making videos, how to pronounce this, how to do this, but if you just scrutinize a little bit, they make a lot of mistakes. And they have the ego. Like, you cannot hurt me. But you're not criticizing anybody. And you're just doing it in a good manner, in a very, very professional manner. And you're the best one. Like, honestly, it's not just works. My pleasure, too. حبيت الراجل. That'll be on your page. YouTube channel. My YouTube channel. I'm just spreading some everything. Thank you. بص انا اول مره اجي هنا. هو دي زي مكتبه كده. دي مكتبة. تستاهل كتب. بالظبط كده. هنا ده أول هو سنتر زي أمريكان سنتر هنا، بس في عبارة عن كتب اللي هي الكتب اللي هي فيزيكال، حاجات تمسك يعني. والحاجات اللي هي اللي هي الإلكترونية. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ هو في الغالب هنا بيبقى زي لو في زي ميتينجز والحاجات دي بيبقى في كراسي في ترابيزه، بس هو حاطين باند برضه في احيانا حاجات الكترونيك او بالكاسيت. ده المفروض حاجات مسموعه بتشتغل اللي هو الدي في دي في الليك حاجات موضوع هنا. يمكن اكتر حاجه حلوه في المكان ده الهدوء بصراحه. هناك الموضوع صعب قوي، صعب قوي يعني. مش عارف اسمع نفسي وانا بفكر، فاهم؟ في هنا ناس بقى بتبراكتس، يعني متهيألي انت في الوقت الطبيعي لما تيجي تقعد هنا على الترابيزات دي تقدر ان انت تعمل براكتسنج للانجلش مع الناس في سيركل كده، وكل واحد يبدا ان هو يتكلم مع نفسه اكتر. هتلاقي ناس عايزه تتعلم عربي مثلا وانت عايز تتعلم انجلش، فانت بتتبادلوا اللغات. سيب لك لينكس مع الفيديو ده تقدر ان انت عن طريقه تعرف تقدم لمين، المواعيد بتاعت الموضوع ده عامله ازاي، لو في اجنده معينه، لو في سكادجول للاكتيفيتيز اللي بيعملوها هنا تقدر تستفاد منها. and it's all for free. محتاج تستغل كل نقطه تقدر ان انت تعمل بيها براكتسنج للانجلش بتاعك. فربنا يوفقك يا بطل. وانا بس هستغل الكنبه دي ان انا اقعد سيكه اريح عشان انا عندي فلات فوت. ولو النبي لا. ماشي، السفيرة هتبدأ كلمتها يلا بينا. This is the beating heart of the U.S. Embassy in Cairo. Tension levels as well, even from the people to Mexico. So I share thank you. اخبارك ايه؟ الناس كلها بتشكر فيك. حبيبي والله ده انا اسفه ان انا الراجل ده بقى يا جماعه اللي تعبان معانا وبيصور الناس كلها، بس انا قلت لازم اتصور حبيبي. اسمي عمر عبد الرحيم، صانع محتوى على اليوتيوب كذلك وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف. الراجل ده عايزنا نصوره. Absolutely, yeah. Look, you focus on language. English language education is one of the most important things that we do. And so we absolutely want to leverage your audience to talk about that. Did you talk to this guy? Yeah. He's the one in charge of English language programs. Hi. He's a famous Egyptian content creator who talks his own language. Right. And so we absolutely, pitch us something, give us a concept of what we could do together. Other places in the world, they've done things like word a day or idioms or something like this. Just you have a wonderful audience, and we want to expand the reach of English language education. And so if we can do that together, awesome. Yeah, can I give you my card? Yeah, please.
انا عايز بس اكمل لك الحته دي. انا دلوقتي قاعد بصور فيديو هتشوفه ان شاء الله على اليوتيوب يعني. المهم اللي انا عايز اقوله ان اليوم بتاع السفاره انا اتعلمت فيه حاجات كتيره جدا، وتعلمت ان اي شخص بيتعلم لغه يقدر يستفيد من المركز الامريكي بشكل قوي جدا وبشكل مجاني. يعني انت عندك ايه تخسره؟ هتلاقيني سايب لك مع الفيديو ده لينكس تقدر تتعرف اكتر على البرامج اللي بيقدمها المركز الامريكي، وازاي يقدر يساعدك، وازاي تقدر تستغل نقطة ان هو بيوفر لك احتياجات اي شخص بيحاول يتعلم لغة. وبأكد لك مرة تانية فور فري، وهتجيلك فرص سفر وفرص تانية اكتر بكتير جدا. كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي. بعتذر عن الصوت في الفيديو ان هو كان صوت عالي قوي، دوشة كانت زيادة عن اللزوم، ولكن اتمنى ان انت يبقى الموضوع واضح لك. وما تنساش ان انا هسيب لك اللينكس اللي تقدر تتعرف بيها اكتر عن الموضوع وعن المركز الامريكي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. Thank you so much for watching. اشوفك ان شاء الله الفيديو جاي.